افضل موبايلات دلوقتي ممكن تشتريها بسعر 5000 جنيه وانت في بدايه 2024. في الفيديو ده ان شاء الله هكلمك عن 5 موبايلات بيجوا في الفئات السعريه دي. انا موجود معايا منهم 3 النهارده، ولكن حتى الموبايلين التانيين انا سبق وجربتهم قبل كده، ولحظه الكلام عن كل موبايل فيهم هتلاقيني في الاي اللي فوق من هنا او من هنا سايب لك مراجعه كامله للموبايل ده. المهم بقى عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم، لان احنا هنتكلم زي ما قلت لكم عن 5 موبايلات. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول، لكن بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، يا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه على اليوتيوب. واول موبايل هنتكلم عنه النهارده جاي من سامسونج، اللي هو السامسونج جالاكسي A04s. الموبايل ده بيبدا سعره من اول 4000 جنيه وصولا لحد 5500 جنيه على حسب النسخه اللي هتشتريها، سواء بقى اللي بتيجي ب 3 جيجا رام او ب 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 64 و128 جيجا. موبايل هنا من الموبايلات المميزه، هو بيقدم معالج من اكزينوس اللي هو الاكزينوس 850، وفي وجود الثلاثه او ال4 جيجا دول هيديك تجربه تعتبر مقبوله جدا بالنسبه لاستخداماتك اليوميه وفتح مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات اللي بالشكل ده كده. وكمان ممكن تلعب عليه العاب زي بابجي وكلام من ده، ولكن طبعا مش هتديك كواليتي عالي جدا. من الحاجات الجيده جدا اللي موجوده في الاي 04 اس كمان هنا انه بيقدم سيستم كاميرات من وجهه نظري يعتبر هو الافضل في كل الفئات السعريه دي. بتيجي فيه الكاميرا الرئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل، والنتائج اللي خدتها منها في تجربتي لها بصراحه تعتبر ممتازه جدا. كمان عندك بطاريه هنا قوتها 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن عن طريق اليو اس بي سي. بالاضافه كمان انه بيقدم شاشه هنا من نوعيه بي ال اس تي اف تي حجمها 6.5 بوصه، ما تعتبرش افضل حاجه طبعا، ولكن تجربتها هتفي بالغرض جدا بشكل كبير. طبعا زي ما قلت الموبايل بيتوفر بنسختين، ب3 مع 64 جيجا و4 مع 128 جيجا، وسعره هيبدا معاك من اول 4000 جنيه تقريبا لحد 5400 جنيه. الموبايل رقم 2 اللي معانا النهارده هو واحد من الموبايلات الفخمه جدا من ناحيه التصميم، ومش بس التصميم، هو بيقدم مواصفات تعتبر جيده جدا من وجهه نظري، وهو الريلمي سي 35. المراجعه بتاعته هتلاقيها ظاهره لك في الاي اللي هتظهر هنا او هنا. الموبايل هنا بيقدم معالج جيد من وجهه نظري من يونيسيك اللي هو التي 616، بالاضافه انه جايب 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 64 و128 جيجا. كمان هنا الموبايل بيقدم شاشه تعتبر جيده جدا من وجهه نظري، وبتتفوق كمان على شاشه السامسونج اللي اتكلمنا عنها من شويه بتاعت الاي 04 اس. بالاضافه كمان انه جايب بطاريه عملاقه وبتدعم الشحن عن طريق التايب سي بشاحن سريع قوته 18 واط. سيستم الكاميرات كمان اللي بيقدمه الريلمي سي 35 هنا في تجربتي ليه كان ممتاز جدا. نتائج الصور بتاعته تعتبر رايقه وجميله، ولو انت بتصور في ظروف اضاءه جيده هتاخد منه نتائج تعتبر ممتازه جدا. المعالج ده في وجود ال4 جيجا رام وفي السوفت وير كمان بتاع الريلمي المميز جدا اللي احنا معتادينه في تجربه الاداء بتاعتها، هتاخد منه تجربه اداء رايقه جدا بالنسبه لاستخدامك في مواقع التواصل الاجتماعي وكمان في الالعاب الخفيفه. الموبايل ده سعره بيبدا من اول 5000 جنيه لنسخه 64 وبيوصل لحد 5700 جنيه تقريبا لنسخه 428 جيجا. نروح بعد كده على الموبايل رقم 3، وهو الموبايل اللي جاي من شاومي باسم ريدمي 12 سي. الموبايل ده بيبدا سعره من اول 3700 جنيه تقريبا، لانه جاي باكتر من نسخه وبيوصل لحد 5500 جنيه، بدايه طبعا من 3 ومرورا ب 4 جيجا رام وصولا لحد 6 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا. موبايل يعتبر بيقدم باكج ممتاز جدا، ولو انت عايز موبايل بيبدا معاك من سعر اقل من 5000 جنيه يعتبر الموبايل ده مثالي جدا بصراحه. طبعا هو جايبه معالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 85، وده معالج ممتاز جدا. ولو حصل واشتريت النسخه اللي بتيجي ب 4 جيجا رام، استبعد النسخه اللي بتيجي ب 3 جيجا رام ديت، ده من وجهه نظري طبعا هتكون معاك ممتازه جدا النسخه اللي بتيجي ب 4 وب 6 جيجا رام. كمان هنا الموبايل جاي بشاشه بدقه اتش دي بلس طبعا بحجم 6.5 بوصه، بالاضافه كمان انه بيجي فيه قارئ بصمه مع بطاريه عملاقه بتيجي بقوه 5000 ملي امبير، ولكن عيبها الوحيد طبعا هنا انها بتدعم الشحن عن طريق المايكرو يو اس بي للاسف. الكاميرات طبعا اللي بيقدمها الريدمي 12 سي ما تعتبرش افضل حاجه لو قارناها بكاميرات الريلمي سي 35 والسامسونج اي 04 اس، ولكن طبعا ده يعتبر مقبول جدا لان هو بيقدم لك معالج قوي شويه، بالاضافه كمان انه فيه مواصفات قويه، وهو يعتبر في النهايه سعره مقبول كقيمه مقابل السعر. موبايل زي ما قلت لك بيتوفر بثلاث نسخ ب 3 جيجا و4 جيجا و6 جيجا رام مع ذاكره داخليه بتوصل لحد 128 جيجا، وغالبا سعره هيبدا معاك من اول 3700 جنيه لحد 5600 جنيه تقريبا، ويعتبر برضو من الموبايلات الجيده اللي انت لازم تبص عليها لو انت حابب تشتري موبايلات في الفئه السعريه دي. الموبايل بقى رقم 4 اللي هرشحه لكم النهارده للشراء بسعر 5000 جنيه، هو جاي من انفينكس باسم انفينكس هوت 30 اي، وبرده المراجعه بتاعته هتلاقيها في الاي اللي فوق هنا او هنا.
الموبايل ده يعتبر بيقدم باكج مقبول جدا بسعر بيبدا من اول 5000 جنيه وصولا لحد 5800 جنيه. بتوفر ب 4 جيجا و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا، وهو جاي بمعالج من يونيسوك اللي هو التي 606. من الحاجات الجيده اللي بيقدمها الموبايل هنا انه جاي طبعا بشاشه 90 هرتز، كمان هنا جاي بشاحن سريع مع بطاريه بتدعم الشحن عن طريق التايب سي بقوه 5000 ملي امبير. سيستم الكاميرات بتاعه يعتبر مقبول جدا، حاجه كده تعتبر وسط ما بين الكاميرات بتاعه الاي 04 اس وكمان الريلمي سي 35. ما تعتبرش افضل حاجه في الفئه السعريه ديت، ولكن ادائها يعتبر مقبول جدا. وبشكل عام اداء الموبايل ده في تجربتي ليه انا فاكر وانا بجربه في المراجعه الكامله بتاعته، تجربته تعتبر رايقه جدا، خاصه كمان لو اشتريت النسخه العاليه اللي بتيجي ب 8 جيجا رام هيديك تجربه تعتبر ممتازه جدا بالنسبه لاستخداماتك بشكل عام في المهام اليوميه وفي كل حاجه كمان. الموبايل الخامس والاخير وهو واحد من الموبايلات القويه جدا جدا اللي حصل برضه جربتها في الفتره الاخيره، جاي برضه من ريلمي باسم ريلمي سي 51. الموبايل ده يعتبر من الموبايلات الممتازه جدا كقيمه مقابل السعر، وجاي بنسخه بتيجي ب 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا بسعر 5500 جنيه تحديدا، وبيقدم مواصفات من وجهه نظري تعتبر ممتازه جدا. اهم المواصفات اللي بيقدمها هنا انه جاي طبعا ببطاريه قويه قوتها 5000 ملي امبير، وبتدعم شاحن سريع لحد 33 واط، وهو هنا بيتفوق على كل الموبايلات اللي فاتت. بالاضافه كمان ان الشاشه بتاعته شاشه ممتازه جدا وبتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز. كمان من الحاجات اللي عجبتني فيه جدا وانا بجرب الموبايل ده وهي تجربه الكاميرات اللي بيقدمها. سيستم الكاميرات بتاعه بيقدم تجربه رائعه جدا بصراحه، وزيه زي كل موبايلات الفئه ديت لو استخدمت الكاميرات ديت في اضاءه جيده هتطلع منه نتائج تعتبر ممتازه جدا. كمان من الحاجات الجيده طبعا اللي معتادينها من موبايلات ريلمي وهي العمليه في الاداء، ومع المعالج اللي اتكلمنا عنه اللي هو التي 612 ده في وجود ال 4 جيجا رام والسوفت وير المميز بتاع ريلمي ده، هتاخد معاه تجربه اداء تعتبر ممتازه جدا. موبايل زي ما شفنا يعتبر بيقدم مواصفات ممتازه جدا، ولازم طبعا تحطه في اعتبارك هو كمان لو انت حابب تشتري موبايل في الفئات السعريه دي. طيب اي حد بقى هيوصل معايا للنقطه اللي انا فيها في الفيديو ديت زمانه هيسالني طب ايه افضل موبايل اشتريه من ضمن الخمس موبايلات اللي انا رشحتهم لك دول. انا استعرضت معاك طول الفيديو كل الموبايلات اللي انت ممكن تشوفها في الفئات السعريه دي، ولو انت معاك فلوس اقل مثلا من 4000 جنيه ولا حاجه فانت هيكون لازم تحط في اعتبارك الاي 04 اس، بالاضافه كمان للريدمي 12 سي من شاومي، لان هم اللي بيجوا بنسخ بتبدا من اول 4000 جنيه تحديدا. طيب لو انت حابب تشتري موبايل بسعر فوق ال 5000 جنيه، انا من وجهه نظري شايف الريلمي سي 51 موبايل ممتاز جدا، وبيجي بعد كده السامسونج اي 04 اس النسخه العاليه، وبعد كده بيجي الريلمي سي 35. وبس كده، اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.